السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معاون مختبر أحمد الحيادي. طبعا اليوم عندنا تحليل مهم من أهم التحاليل لوظائف الكلى وهو تحليل اليوريا. راح نتكلم إن شاء الله عن خطوات عمل هذا التحليل وأيضا المؤشرات على ارتفاع نسبة اليوريا في الدم. تحليل اليوريا في الدم طبعا يعتبر هذا التحليل من التحاليل المهمة لوظائف الكلى. طيب، ما هو تعريف يوريا الدم أو نيتروجين يوريا الدم؟ إن تحليل اليوريا في الدم أو تحليل نيتروجين اليوريا في الدم يوفر معلومات مهمة عن وظائف الكلى، ويقيس كمية النيتروجين اليوريا في الدم، ويعد نيتروجين اليوريا أحد المخلفات التي تتم إزالته من الدم عن طريق الكليتين. بالتالي يمكن أن تكون مستويات البي-يو-إن المرتفعة دليل على عدم كفاءة عمل الكلى. وتعد إزالة المخلفات والسوائل الزائدة من الجسم من أهم الوظائف الكلى، وعند وجود مشكلة في الكلى لدى الفرد فقد تتراكم هذه المخلفات في الدم وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم أو أمراض القلب. إن الأفراد الذين يعانون من مرض الكلى في المراحل المبكرة قد لا يكون لديهم أي أعراض، لذا يمكن أن يساعد تحليل اليوريا في الدم في الكشف عن مشاكل الكلى في مراحله المبكرة. ففي هذه المراحل عادة ما يكون العلاج أكثر فاعلية. أما المعدل الطبيعي لليوريا في الجسم، يتراوح المعدل الطبيعي لليوريا في الجسم في حالة سلامة الكليتين من 20 إلى 45 ملغ. يمكن أن يدل ارتفاع قراءة تحليل اليوريا في الدم عن المستوى الطبيعي على وجود مشكلة في الكلى، ومع ذلك فإن النتائج غير الطبيعية لا تشير دائما إلى أن لدى الفرد حالة طبية تحتاج إلى علاج، إذ يمكن أن يكون السبب أن تكون قراءة تحليل اليوريا مرتفعة هو الجفاف أو الحروق أو بعض الأدوية أو اتباع نظام غذائي عالي البروتين. استخدام فحص يوريا الدم. يستخدم تحليل البي-يو-إن في تقييم وظائف الكلى، حيث أن تحليل اليوريا في الدم يساعد في: أولاً تشخيص أمراض الكلى، ثانياً مراقبة الأفراد الذين يعانون من فشل كلوي، ثالثاً يستخدم تحليل البي-يو-إن ضمن لوحة التمثيل الغذائي، رابعاً كما يوجد عدد من الفحوصات الأخرى التي يمكن استخدامها أيضاً لتقييم وظائف الكلى إلى جانب تحليل اليوريا في الدم، ومنها تحليل الكرياتين. دواعي إجراء فحص يوريا الدم. يطلب من الفرد إجراء تحليل البي-يو-إن كجزء من الفحص الروتيني، أو إذا كان الفرد يعاني من وجود مشكلة في الكلى أو معرض لخطر الإصابة بها، إذ أن أمراض الكلى في المراحل المبكرة لا تكون مصحوبة بأي أعراض، ولكن توجد العديد من الأعراض التي يعاني منها الفرد عند وجود أمراض الكلى في المراحل المتقدمة، ومنها ما يلي: أولاً الحاجة للتبول بشكل متكرر أو بشكل غير منتظم، ثانياً تشنجات العضلات، ثالثاً حكة في الجلد، رابعاً مشاكل في النوم، خامساً التعب والإرهاق المتكرر، سادساً تورم في الذراعين أو الساقين أو الأقدام. كما قد يطلب من الفرد إجراء تحليل اليوريا في الدم إذا كان لديه أحد عوامل الخطورة أو الإصابة بأمراض الكلى، ومن هذه العوامل ما يلي: أولاً وجود تاريخ عائلي في مشاكل الكلى، ثانياً أمراض القلب، ثالثاً مرض السكري، رابعاً ارتفاع ضغط الدم. خطوات فحص يوريا الدم. أولاً يتم إجراء تحليل بي-يو-إن من خلال سحب عينة الدم من أحد الأوردة الموجودة في ذراع الفرد باستخدام إبرة صغيرة، وبعد إدخال الإبرة في الوريد يتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب الاختبار لتحليلها لاحقا في المختبر باستخدام أجهزة خاصة. وتحليل اليوريا في الدم لا يأخذ وقتا أكثر من 10 دقائق، ولن يشعر الفرد خلال هذا التحليل في الدم إلا بوخر بسيط عند إدخال الإبرة في الوريد وإخراجها منه. أسباب ارتفاع قراءة تحليل نيتروجين يوريا الدم.
أولا فشل القلب، ثانيا الجفاف، ثالثا نوبات القلبية، رابعا الفشل الكلوي، خامسا حصوات الكلى، سادسا تلف الكلى. أسباب انخفاض قراءة تحليل يوريا الدم: أولا سوء التغذية، ثانيا أمراض الكبد، ثالثا فرط التمويه. هسه راح نسوي تجربة عملية أمامكم بإحدى مختبراتنا. طبعا تحليل اليوريا يحتاج له، هذا عندنا هنا الستاند 50 تركيزه 50 ملغرام على ديليسر. هنا عندنا الكاشف رقم 1، وأيضا عندنا هنا الكاشف رقم 2. هاي لا يعني راح نستخدمها بالتحليل. قوم بتحضير المواد اللازمة لعملية التحليل. راح نجيب لنا بايبت، طبعا نستخدم الكبيرة من الميل. راح نسحب 1 مل من الكاشف رقم 1 وأيضا راح نحتاج إلى الثانية نسحب بها 10 مايكرو. هسه خليه على الألف. هاي طبعا مالت المول، 1 مول يعني 1000 ملي مول. خلي التبة. طبعا راح نخلي بالبداية الكاشف رقم 1، ونخلي أيضا نسوي عينتين، عينة الستاندر وعينة للمريض يعني هذا عندنا مريض هنا، عندنا البلازما السيرم أو البلازما عندنا هنا. راح نخليه على 10 مايكرون. هاي 10 مايكرون الحين نسحب من الستاندر وأيضا نسحب من السيرم. وهنا عندنا 50 تركيز. احنا لازم يعني ننتبه لهاي المسائل. هاي عندنا تيوب تيست، ونخلي تيوب آخر أيضا للستاند. احنا هاي لازم نقوم بها عملية كتابة الترقيم، وأيضا كتابة التحليل اليوريا، كتابة اسم الشخص لازم ننتبه عليها، بس تكتبها لي فوق ما خليها جوا، لأن الجوا راح يتأثر على قراءة النتيجة. هسه عندنا الكاشف الأول راح نسحب من عنده 1 مول، ونخلي بالستاند ونخلي أيضا بالتيست. هاي الإضافة الأولى. مثل ما قلنا لكم نضغط عليه حيل لحد ما توقف عندنا، يعني من ندوس حيل تسحب أكثر من اللازم، فلازم ننتبه لهاي المسألة. خلي هنا الكاشف الأول بالتيوبات، وخلي المادة الأساسية وأيضا السيرم، وبعدين خليها 5 دقائق بالجهاز. وحسب البروسيجر، لأن اللي عندنا نوبات تخليه 10 ب5، يعني حسب التعليمات اللي موجودة بكل شركة. هاي أيضا لازم ندوس حيل، مش بندوس حيل تسحب فوق الكمية، فلازم ننتبه لهذا الشيء. 10 مايكرو. خليه بالستاند. هاي المادة الأساسية اللي راح نقيس عليها. بدل التبة، بعدين نسحب من السيرم. نخلي باليوتيوب الثاني هذا 10 مايكرو، أيضا نفس الكمية سحبناها من الستاند. هاي عينة المريض. هسه نسوي لها ماكس، نمزجها رجع حيل على مود يختلط المواد بالسيرم.
لا هخليها 5 دقائق. وانتظر بعد ما نخليها. أنا ودي نخلي الإضافة الثانية. هسه بعد ما خلص الوقت راح نسحب العينات ونضع الكاشف الثاني. طبعا هاي الشركة راح نسحب نبدل 200 مول وليس 1000 مول، 200 مول هنا. نسحب 200 مول من الكاشف الثاني على حسب هاي الشركة، ونضيف إضافات إلى العينتين. ولازم نبدل التب. ليش؟ لأن عندنا المواد اختلطت برأس التبة. فنسحب أيضا 200، نضيف للعين الثاني. شوف شلون صار لونه أصفر. أيضا نعمل ماكس ونرج التيوبات، بعدين نرجعها، وأيضا نحسب 5 دقائق. نرجع التيوبات إلى الحاضنة ونفتح العداد. هاي الإضافة الأولى وذيك الإضافة الثانية. الإضافة الثانية 200. هنا راح نخلي الطول الموجة على 600. انتبه عليها لازم، ونصفر الجهاز على مود نستعد لقراءة النتيجة. نتذكر الطول الموجي 600 لليوريا حسب الجدول الموجود. طبعا أنا مسوي جدول لكل تحليل. هسه عندنا الوقت انتهى. راح نقوم بإخراج العينات وفحصها. نتبع الجدول الآتي، المعادلة الآتية. صفر الجهاز بالبداية، لازم نتأكد من شغلنا عدل. هذا عدد تيست 63. أربعة وستين. سوينا عمل تقريبي وستاند. راح يقرأ عندنا 105. طبعا راح نضربه في التركيز، تركيز المادة اللي هي 50، وهي موجودة على علبة الستاند. طبعا بعد الضرب راح يطلع تقريبا عندنا 30. اليورو يطلع 30. 64 تقسيم 105 نضربها في 50. طبعا 0.6 هذه عملية التقسيم. راح نضربها في
طلع عندنا 30. في 50 يطلع عندنا 30. إذن اليوريا طلعت النسبة 30. طبعا هذا كل ما تحتاجه لعملية تحليل اليوريا. بنهاية الفيديو نشكر حسن متابعتكم، لا تنسونا بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، نتسنى لنا نشر المزيد. إلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.